ايه يعني هنفضل لحد كده امتى يعني؟ معلش انت عايز تقول للريال اطلع؟ لا قول للريال انه بيطلع اطلع. طب وبعدين برشلونه هيفضل كده يعني؟ برشلونه في اخر 3 مباريات في الدوري. بقول لك ايه، وصلت لحد هنا اعمل لايك سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وانتظر فيديوهات خساره، تعادل، الله شكرا جدا، خساره ثانيه اللي هو طب ايه؟ طيب هل برشلونه اللي بتكسبه في اكتوبر هتخسره في نوفمبر اللي هو اخر الشهر بقى؟ تعالى كده نقفل كده يلا نعمل كام بونت كده يلا. ولا قال لك بقى ايه؟ لا ده الريال، لا ده الريال ايه؟ ده الريال في حالته سيئه، لا ده حبيب الريال ده غريبي ما ينفعش يعدي، لا ده انا اخسر. غريمك اللي هو ريال مدريد لو كسب الماتشين الجايين هيبقى فرق نقطتين بينك وبينه. وانتظر بقى وافضل انتظر ريال مدريد يتعثر. ده لو كسب الماتشين، ريال مدريد اصلا كده متعثر. بس هل التعثر هيفضل مستمر مع ريال مدريد في الماتش الجاي؟ محدش يعرف. ريال مدريد بيمر يعني في اسوء حالاته، حالات اصابات مدير فني يعني مش عارف مدير فني راح في داهيه. مدير فني حاليا مفيش. انت بتوقع نقط يا حبيبي، النقط دي مش هتعرف تعوضها، النقط دي مش هتعرف نعوضها. لان برشلونه الناس كان طموح الجماهير كلها راح طلعت السما يعني، يعني خلاص انت فرقتي الحمد لله في احسن ايامها. برشلونه عادت معايا، برشلونه بتعود وبترجع تاني في النقطه دي جت. طب هل برشلونه هيفضل مستمر لحد كده؟ هل برشلونه هيفضل حنفيه النقط هتنقط كتير ولا مش هتنقط؟ ولا هانس فليك يكون عنده حل؟ ده اكيد لازم يكون عنده حل، بس بالشكل ده برشلونه يبحث عن مدرب جديد يعني. ده اخر الموسم لو برشلونه طلع من غير بطولات، معلش انا مش هصبر على تشافي تاني يعني، مش هجيب مدرب اصبر عليه زي ما صبرنا على تشافي. انا ما صدقت الفرقه كانت خسرت عشان ده يمشي. انا كمشجع انا صدقت ان تشافي ماشي. ليه؟ لاني ما كنتش حاسين بالفرق. هانس فليك حسينا الفرق شويه، والله حسينا الفرقه بتلعب يعني. انت ما عندكش غير لاعب راجل حتى الان يعني دلوقتي، غير طبعا الاصابات. بس لازم يكون في خيارات تانية يعني، عشان برضو انت فرقه بتلعب في دوري اسباني ودوري ابطال اوروبا. دوري ابطال اوروبا اكبر بطولات في العالم، من اقوى البطولات. وانت اكيد مش مستعد يعني للبطوله الثانيه، انت اكيد مستعد للبطولات دي كويس جدا. نتكلم برضو ان في برضو كان في الماتش يعني في ضربه جزاء وفي شويه حاجات كده في التحكيم يعني، في عكه شويه يعني. لو كان الفار استدعى كان هيبقى في يعني الدنيا ثانيه. في الاخر الحكم حسب 8 دقايق في الماتش. برشلونه ايه اللي هيحصل؟ هنرجع؟ طيب هنرجع لمستوانا؟ او انت في مركز حلو جدا في دوري الابطال يعني، انت في المركز الثالث فوق الانتر بعدين ليفربول. طيب يعني ماشي يعني. طب الدوري انت هتضيع دوري مثلا وتركز في دوري الابطال؟ لا طبعا عايزين نركز في الاثنين هنا وهنا. لا احنا عايزين بقى نرجع برشلونه بتاع زمان، تكسب بطولات، تكسب هنا وتكسب هنا وتكسب هنا. انت كفرقه ايوه بتفكر انك تكسب بس هنا وهنا، مش لا نقول لك احنا ناخد دوري الابطال ولا ونسيب ده، لا احنا مش هنفكر كده طبعا. احنا هنفكر ان احنا عايزين كل حاجه السنه دي. انت لازم تفنش الموسم ده على الاقل 4-5 بطولات. انا مشجع طماع عايز البطولات كلها، مش عايز اخسر ولا بطوله حاجه، مش عايز اخسر اي سوبر حتى من دول، مش عايز اخسر حتى السوبر المحلي. تمام. فاحنا لازم نفكر ونهدى كده، نعرف برشلونه يعني ايه اللي هيحصل فيه. ريال مدريد متعثره، فاحنا لازم نبعد شويه، نبعد عنهم شويه. اللي هو يا طب اكسب ابعد شويه وبعدين تبدا تهدى. لا غريم متعثر انا اتعثر، اللي هو ماشيينها ازاي؟ اتلتيكو مدريد هيطلع مثلا، اتلتيكو مدريد اللي هو اتفضل يا حبيبي الدوري جاهز لك، اللي هو اتلتيكو مدريد يلا اطلع بقى. هل رافينيا هو الوحيد اللي يلعب برجوله؟ طب والباقي الفرقه؟ ورافينيا يعني بسم الله ما شاء الله هو احسن لعيب في برشلونه حاليا. راجل بيلعب بروح الفانيلا فعلا، بيلعب بروح برشلونه. طيب بقيه اللعيبه يعني انا مش عارف برشلونه دي اللعيب بيتصمم هنا اللي هو بيبقى خلاص بقى ما ينفعش. فين انسو فاتي؟ انت فينك انسو؟ فينك يا فاتي؟ يعني كان كله قال عليك موهبه، انت يعني الموهبه اختفت راحت فين؟ يعني انا بشوف ان انسو فاتي بينزل اخر ربع ساعه، اخر 10 دقايق، اخر 5 دقايق بكتير.
انا بشوف كده. طب وبعدين يا رب هانز فليك يعرف يدير الماتش الجاي، عشان هانز فليك يعني الراجل قال لك اول ماتش خالص قال لك انا اتحمل المسؤوليه. دلوقتي مين يتحمل المسؤوليه؟ طب ايه الحل بعد كده؟ يعني هنحل المشكله دي ازاي؟ هيحل مشاكله امتى؟ برشلونه يعني انا شايف ان برشلونه لازم يفكر في صفقات تكون قويه في يناير عشان تقدر تحل المشكله دي وتكمل معاك في البطولات الجايه، لان الماتشات الجايه كلها مش سهله، لان انت ما عندكش ماتش سهل ولا في دوري ولا في دوري الابطال. انت عندك كل الماتشات اللي جايه كل الفرق عندها طموح ان هي توصل لابعد مدى في البطوله. في دوري الابطال كل الفرق عندها طموح انها توصل لابعد مدى. ريال مدريد في المركز ال 24، جيت بصيت كده هتلاقي باريس سان جيرمان اللي هي المفروض بتنافس على البطوله يعني، او اللي هي بتعمل كل حاجه عشان تنافس تاخد البطوله، في المركز ال 25. ومدى بعيد لبعض الفرق الليفر متصدر. فبعدين يعني البطوله مش سهله، دوري ابطال الموسم ده مش سهل خالص، لان الفرق كلها تحس لا عندها امل انها تعمل حاجه توصل لابعد مدى في البطوله. فبالتوفيق. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد.